حين تتحول المعاناة إلى شعر تولد حكاية تستحق أن تروى. خانقي نغم شار كردواري لمردايتي دايم دياري خاون شهيد خاون أنفالي خاون ترحيل زندا وشالي. حياكم الله. مسعود أركوازي شاعر يثبت أن الشعر لا يعرف حدوداً وأن الكلمة تستطيع تغيير النفوس. ولد الشاعر مسعود علي أحمد المعروف بمسعود أركوازي عام 1972 في قرية الأركوازي بمدينة خانقين. عشق الشعر والغناء منذ طفولته وتأثر بشعراء كبار مثل قانع ونالي وبيكس. بدأ بكتابة الشعر سنة 1987 وتعمق في علم الوزن والقافية ومحبته للغة الكردية. سجل عدة أغاني وشارك في مهرجانات فنية مبكرة ما كسب حضوراً بين الشعراء ومثقفي خانقين. قدم أغنية آزادي كرد في مهرجان للفنانين مما أدى للاعتقال والتعذيب من قبل حزب البعث. أسس سنة 2003 فرقة موسيقية كلات وشارك في مهرجانات فنية وشعرية عديدة. نشر كتابه الأول عام 2013 بعنوان شدوس الداشتم وشارك في مهرجانات للشعر الكردي الفيلي. أصدر مؤخراً كتابه الجديد بعنوان شاوريد متاروج مردن المؤلف من 100 صفحة. برأيك كيف أثر اعتقال الشعراء الكرد على مسيرة الأدب الكردي؟ اكتب لي بالتعليقات.